وخلاص دي اول مره على فكره اطلع من الاوضه من الصبح، وخلاص قررت ان انا دلوقتي خلاص الحماس واخدني والتحفيز كله واخدني، فقررت ان انا هبدا اغير حياتي من دلوقتي وابدا امشي على الحاجات اللي المفروض كنت النهارده اعملها. بصراحه انا بمشي على الحاجات اللي انا بعملها، بس النهارده عملنا قهوتنا، جبنا اللابتوب، قعدنا بقى ومسحنا الترابيزه بقى وما فيش تلاكيك، خلاص كل التلاكيك راحت، وجبنا الكراسه عشان خاطر انا قررت ان انا اول حاجه هعملها ان انا اصلا من فتره عايزه ابدا اشتغل على الانجليش تاني، عشان خاطر بقالي كده حبه حلوين ما اتكلمتش انجليش وما اتعاملتش انجليش وكل الحاجات دي. فحاسه ان انا مستوايا كويس الحمد لله، مستوايا كويس جدا في الانجليش، بس انا عايزه اخليه انا بي 1 يمكن حاجه كده، انا مش فاكره اخر مره اصلا، بس الاكسنت عندي كويسه، الجرامر عندي كويسه. مشكلتي في الفوكابلري لان انا سواء عربي او انجليزي الاتنين عندي ضايعين، يعني اصلا طريقه كلامي كلها ضايعه. انا منصور ابني. انا منصور البتاع، منصور الجواب ولا منصور منصور. هو قال لك ايه انت ولا عمل لك ايه هو؟ في الانجليش احسن يمكن عشان خاطر خلاص بدات يعني كنت عايزه ابدا ابراكتس اللغه، فبقيت بعرف اعبر ان انجليش احسن ممكن، مش عارف بس anyway يعني انا عايزه احسنها اكتر. كل اجازه كده بحس ان انا مش عايزاها تضيع مني او تنزل او مستواي ينزل او كده، خصوصا ان انا يعني في مصر مش بنتكلم بيه ولكن بنقرا بيه كتير سواء على السوشيال ميديا او في اي مكان، او بنسمع سيريز، بنسمع موفيز، بنسمع كل الحاجات دي ان انجلش. لما سمعت ان RM اللي هو الليدر بتاع BTS وعرفت ان هو اتعلم الانجليش اصلا من فريندز، فانا خلاص قررت ان انا بعد ما خلاص كنت خلصت كل الكورس والثلاث مستويات، قررت ان انا خلاص هزود بقى العاميه بتاعه الانجليش من المسلسل ده. فلقيت قناه بقى على اليوتيوب واتعلمت منها، وهي كانت بتعمل زي مشاهد، لو عايزين بحط لكم اللينك بتاعها وبقول لكم عليها، ممكن تقولوا لي على الانستجرام. يعني هي اللي علمتني اصلا بعض الكلمات اللي هي العاميه، يعني فمن خلال المشاهد بتاعه المسلسل. اخر فيديو انا نزلته ظهر هنا، بصوا الفيديو ده انا مبسوطه بيه قوي لان هو حقيقي قوي بجد، يعني انا عاملاه يعني سوريل قوي، فبحبه جدا. From now on, this apartment is empty to me. This apartment is empty to me. No. You can pretend to be surfing. First, I would like to say thank you for agreeing to see me again. First, I would like to say thank you for agreeing to see me again. حاسه ان انا عايزه ابقى طبيعيه جدا على اليوتيوب، على عكس مثلا لو الانستجرام بتاعي مثلا الصور بتاعته الايديت بتاعتها مظبوطه، الاضاءه بتاعتها مظبوطه. اليوتيوب انا عايزه يبقى ريل اكتر من الباقيين، يعني انا في العموم بدات ان انا ابقى ريل اكتر في الحياه، وان انا اتعامل بطبيعتي جدا حتى في شخصيتي. يعني بيقولوا ان انا شخصيتي في العموم شخصيه هاديه بارده الى حد ما، والناس في العموم يعني مش عارفه ده مش عيب فيا، بس معظم الناس بتحب الشخص الهايبر اللي هو المين كاركتر في القعده، الشخص النعنوش ده. بس انا مش كده خالص، يعني انا ممكن لو حطوني مكاني بنسبه كبيره هيرجعوا يلاقوني فتعاملي مع الناس بيبقى بنسبه كبيره صعب، او ان انا اكون صداقات وتفضل
من غير زهق او ملل، ده شيء مش سهل خالص. بس كده كده يعني انا متعاطفه جدا مع شخصيتي، لان انا برضو الحياه الاجتماعيه اللي بتبقى زياده دي بحسها بتربكني. يعني انا لو اتعاملت مع ناس يومين 3 ورا بعض ببقى محتاجه، عايزه اخد اسبوع افصل عن المده الطويله اللي انا قعدتها مع الناس. ده يومين، فممكن اخد اسبوع بعدها ما اتكلمش مع حد، وانا اصلا مش برد على المسج في العموم على السوشيال ميديا ولا الواتساب. انا رهيبه في الموضوع ده. ده تاني يوم، بس حاسه النهارده كل نشاط وحيويه ان انا ابدا يومي. انا صاحي النهارده كل نشاط وحيويه وسخنانه على من الشغل. اكتر الحاجات اللي انا بحب اعملها ان انا وقت ما يبقى عندي فقدان شغف بسيب نفسي للمشاعر دي وبفضل مكمله. ان انا عايزه تعملي ايه دلوقتي؟ مش عايزه تعملي حاجه، خلاص ما تعمليش. عايزه تعملي كذا، لا خلاص اعملي. بسيب نفسي خالص للمشاعر دي لغايه ما بلاقي تاني يوم على طول او بعدها بفتره ببقى خلاص بدات استعيد ان طاقتي وان انا خلاص بقيت احسن، فان انا عايزه ابدا، عايزه اكمل. من اكتر الحاجات اللي كنت بعملها في الاول صعبه جدا ان انا ما كنتش بسيب نفسي للمشاعر دي، كنت دايما خصوصا لمشاعري ما استسلمش. مشاعر الخوف، الارق، التعب، المجهود، فقدان الشغف. بس بعد كده اكتشفت ان هو بيأثر وليه امباكتس يعني صعبة جدا وتراكمات. فمن بعدها قررت ان انا مش هعمل كده تاني بجد. ويمكن احنا كجيلي او اللي في سني معظمنا دلوقتي عندنا ضغوطات صعبة جدا، خصوصا ان احنا بقينا في عالم ال AL والسوشيال ميديا و يعني نحس ان احنا في خناقة، في تصارع طول الوقت. احنا محتاجين نلحق ومش عارفين هل حياتنا العادية دي هي صح ولا احنا المفروض ان احنا نعمل زي الناس اللي حوالينا ونبدأ نجري. في ناس قدنا عملت انجازات، سواء انجازات مادية او سواء انجازات ممكن على السوشيال ميديا، فولورز او كل الحاجات دي، او انجازات ان هم دخلوا كلية معينة. يعني في حاجات كتيرة بتخلينا نبدأ غصب عننا نبدأ نقارن نفسنا باللي حوالينا في جيلنا، وممكن اللي اكبر مننا بكام سنة. بس ساعات في معظم الوقت الحاجات اللي زي كده بتبدأ تعمل ضغط علينا، يخلينا بيجيلنا كده تذبذب او حالة من النفسية كده من الارهاق في التفكير. بس ده من ضمن الحاجات اللي بتبقى في الاوفر ثينكينج يعني في العموم. لو سألتوني دلوقتي ايه هي اكتر حاجة عامله لي فقدان شغف، يمكن مش اللي انا بعمله، لان انا لسه مستمره ان انا بعمل. يعني حتى لو فقدت الشغف ممكن في يوم كده ما بقى مش ماشي على السكادجول كله بتاعي او التو دو ليست. ولكن يمكن اللي بيعمل لي فقدان شغف وارق معظم الوقت هو التفكير في فتره المستقبل او في الفتره اللي احنا فيها، او ساعات كده غصب عني بسبب التركيز مع السوشيال ميديا والتركيز مع الناس اللي حوالينا غصب عنك. حتى لو انت مش معظم الوقت بتعمل كده بتحس انك خلاص ارهقت، او انك المفروض انك معاهم في السباق، او انك بتتصارع، او انك بس انت مش لاحقه وتحسي ان في معظم الوقت انك مش هينفع تفشلي، يعني انك عايزه تنجزي بسرعه. ولكن انا من اكتر الناس اللي ما عندهاش مشكله ان هي بتنجح وتفشل يعني trust process قوي. ولكن بتيجي عليا وقت كده احس انه لا، مش وقته الفشل، مش وقته الوقوف، مش وقته، احنا لازم نصمد. فدي حاجة خطر جدا انا بحسها على كل الناس اللي حواليا، وبحس ان حياتك الطبيعية عادي. مش لازم نبقى كلنا ناجحين في نفس الحتة، مش لازم نبقى كلنا بنعمل اللي الناس عايزانا نعمله. خلينا عادي، خليك عادي بجد. في معظم الاوقات بيبقى مهم جدا انك تبقى انسان عادي. يعني انتوا متخيلين؟ دي تاني مرة بصراحة ان انا اقرا الكتاب ده، عشان خاطر الكتب اللي انا قريتها زمان لما كنت ببدأ اتعود على القراية كنت لسه مش بجمع قوي من المرة الاولى
الحاجات اللي انا قريتها، يعني في حاجات كانت بتعجبني وبعمل عليها هنا نوت والحاجات دي، بس ما كنتش بجمع، على عكس دلوقتي الكتب بقيت لما بقراها من المره الاولى بتبقى خلاص كده، يعني هي ثبتت في دماغي. بس في الاول كان لا، فالكتب اللي انا كنت بقراها في الاول خالص لما كنت ببدا اقرا اللي هي كانت من سنتين، دلوقتي لا خلاص، يعني بدات اعيدها، خصوصا ان اسعار الكتب في السوق يعني مش عارفه، بقينا هنبدا نبيع كريتنا عشان خاطر نجيب كتابين، الكتب بجد غليت قوي قوي قوي. فقررت ان انا هقرا القديم خالص اللي انا مش مجمعه قوي الكتاب ده بيتكلم عن ايه، وبعد كده ابدا اجيب كتب جديده من سوق الازبكيه او العتبه. انا كنت بجيب برضه كتب من العتبه تقريبا. الكتاب ده لا، الكتاب ده ما كنتش جايباه من العتبه، بس الكتاب النهارده اتقطع، ودي اخطر حاجه بالنسبه لي. انا حطاهم كل الكتب بتاعتي في درج، بس نفسي اجيب يعني كورنر كده للكتب بتاعتي كلها احطها فيها وتبقى في مكان امن كده، عشان خاطر بجد انا بتقتل لما بيحصل لاي كتاب انا جايباه اي حاجه. انا بدي كتبي للناس عايزه تقراها او يعني حد عايز يستعيرها وكده، بس اهم حاجه ترجعهولي زي ما هو زي ما هو. مؤخرا بقيت احب اشارك او ادخل في دايره عيلتي اكتر من الاول، لاني انا شكرا يا عم. لان في الاول ما كنت انا في العموم شخص كتوم وهادي، بس كنت في الاول ما بحبش اشارك اي حد اي حاجه عني بجد. بس دلوقتي لما كبرت اكتر ممكن تبقى دي طبيعي، لما بتكبر بتبدأ تشارك اهلك اكتر في حياتك، وبعد ما بتبقى خلاص يعني خدت تجارب حبة حلوين من بره، فبتدرك ان لا انت محتاج يعني نصايح وتاخد قرارات ورأي مع اهلك اكتر، او يمكن تبقى تبع يعني ممكن اكون انا بس اللي بعمل كده مع اهلي. يمكن عشان معظم القرارات انا بالنسبه لي بدخل فيها اهلي، يعني اي حاجه انا بعملها لازم احط ايه الامباكت اللي هيبقى على اهلي، ده هيعمل ايه، يمكن عشان خاطر احنا مترابطين شويه، فالحاجه اللي بتحصل لحد من اخواتي او ليا هي بنبقى مدركين ان هي هتعمل امباكت علينا كلنا، ممكن مش عارفه. فكنت باخد رايها في حاجه انا كنت عايزه اعملها، وقراري النهائي ليا لوحدي. ياه، وصلني السيرتيفيكيت بتاعت استنى هوريه لكم، مش عارفه هو باين بتاع كورس انا كنت فيه. استنى هوريه لكم اكتر، مش راضي يظهر، بس كنت مشتركه فيه وخلصته، كان في شهر 7 كله، بس الحمد لله done. ولو مش عاملين سبسكرايب للقناة اعملوا عشان خاطر ما تفوتكمش حاجة. كنت بعمل مونتاج للفيديو الجديد، والفلوج ده هيبقى طويل قوي يا جماعه، طويل بجد، فمش عارفه بقى ايه، يعني هيبقى تلت ساعه تقريبا، فمش عارفه بقى الله يكون في عون اللي هيسمعه يعني، بس يعني day in my life وانا فاقده الشغف.
عادي يعني، هيبقى لذيذ يعني. انا حياتي اصلا في العموم لذيذة اصلا، فاهمين في نوع يعني. اكتبولي في الكومنتس ايه الحاجات اللي انتوا عايزين اعملها الفترة الجاية. بصراحة معايا فكرتين كده عايزة اعملهم، هعملهم وهنزلهم الاسبوعين الجايين. هحاول ان انا اخليهم الفيديوهين اللي بعد الفيديو ده على طول.